اهلا بيكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. بالنسبه للصابون الصلب اللي بنعمله من بواقي الزيت المستعمل بتجيلي فيه اسئله شائعه جدا. يا اميره الصابون ريحته فيها زرنخه، يا اميره الصابون ممكن يقعد لحد 3 ايام وما بيكونش نشف معانا. النهارده في الفيديو ان شاء الله هنحل المشكلتين دول بمكون واحد بس. لو اول مره بتشوفوني، معاكم اميره شعراوي من قناه ميرو شعراوي. النهارده ان شاء الله هنشتغل على لتر واحد بس من الزيت، يعني 4 كوبايات من الزيت. مقاديرنا ثابته ما بتتغيرش. كل لتر من الزيت ليه نص لتر من الميه ليه 150 جرام من الصودا الكاويه. فانا النهارده اول حاجه هعملها، هنحط كوبايتين من الميه اللي هننزل فيهم بالصودا الكاويه او هيدروكسيد الصوديوم او الكترونه او الديبوشار او حجر تسليك المجاري او الكوستيك على حسب الدوله اللي انتم موجودين فيها. كل دوله وليها اسم بيختلف عن الدوله الاخرى. الصودا الكاوية الكيلو منها كان ب60 ووصل 70، ودلوقتي نزل ل35 جنيه عند بتوع مستلزمات المنظفات اللي موجودين في شارع الجيش واللي موجودين في ميدان باب الشعرية. لازم تكوني حريصة وانتي بتستخدمي الصودا الكاوية، لان بتطلع منها ابخرة غلط على البشرة وغلط على الرئة او التنفس. فالافضل ان انتي تكوني فاتحة الشباك، والافضل ان انتي تكوني مشغلة مثلا شفاط علشان ما تتعرضيش للابخرة دي. كل لتر من الزيت المستعمل زي ما قلنا ليه نص لتر من المية. دي مقادير ثابتة ما بتتغيرش. 20 لتر من الزيت يعني 10 لتر من المية. النهاردة هنعمل 4 كوبايات، يعني عايزين كوبايتين من المية ليهم 150 جرام من الصودا الكاوية. يعني ايه 150 جرام؟ يعني بما يعادل 8 معالق. مبدئيا كده لو ما عندكيش ميزان، خليكي عارفة ان كل كوباية زيت ليها نص كوباية مية ليها معلقتين 2 من الصودا الكاوية. اول ما بننزل بالصودا الكاويه بصوا بتبقى الميه شبه معكره كده او زي ما يكون فيها كلور. الغلطه اللي انا عملتها هنا ان انا استخدمت معلقه بلاستيك، وزي ما انتم شايفين بدات مع التقليب ومع سخونه الميه، لان هي بتسخن الميه جدا، بدات المعلقه تتني كده. وده دليل على ان انت لازم تكوني حريصه وانت بتستخدميها. لو لا قدر الله طرطشت على ايديكي، هاتي قطنه فيها خل او منديل فيه خل وامسحي على ايديكي، بيهدي كتير من مفعولها. محتاجة 8 كوبايات من 4 كوبايات من الزيت المستعمل. دايما باكد عليكي ان كل ما الزيت يكون مستعمل اكتر كل ما الصابون هيكون افضل. ايوه، ما تستغربيش من اللي انا بقوله. اولا هيتصبن معاكي اسرع، ثانيا هيديكي جودة اكتر. ما تستغربوش يا جماعه من موضوع ان ازاي زيت. يعني مره واحده بتسالني بتقولي ازاي زيت مش نضيف بعمل منه صابون اغسل منه. ما هو بمجرد الصودا الكاويه ما بتنزل على الزيت بتفكك الخواص بتاعه الزيت وبتحوله لماده، يعني ماده تصبن او يعني صابون. فهي بمجرد ما الصودا الكاويه نزلت على الزيت ما بقاش زيت، بقت ماده تانية خالص. حطيت 4 كوبايات من الزيت ومعلقه كبيره من السكر. السكر بيديني رغوه حلوه قوي، بيخلي الصابونه ناعمه على ايديا. حطيت جليسرين، ما تحطيش سكر. حطيتي سكر ما تحطيش جليسرين، لان هو يعتبر السكر بديل للجليسرين. وحطيت معلقه كبيره من الملح. الملح بيديني صلابه حلوه قوي للصابونه. معلقه سكر ومعلقه ملح لكل لتر زيت. بقلب بقى كويس جدا، والمكون بتاعي الوهمي التحفه اللي بيخلي لي الصابونه ريحتها حلوه جدا جدا مهما بتقعد. يعني ممكن يعدي عليكي 3-4 شهور ونفس الريحه فيها واكتر من كده كمان. وكمان بيديني صلابه حلوه قوي للصابونه، الا وهو الاوكسي. الاوكسي ريحته حلوه قوي، يمكن بيتفوق على المساحيق الاخرى في الريحه ومش في النظافه. النظافه ممكن يكون اريال بريسيل افضل حقيقي، انما الاوكسي في الريحه بياخد المركز الاول ده بالنسبه لي. فانا نزلت بكوبايه معياريه من الاوكسي البودر. غسالات عاديه يا جماعه مش اوتوماتيك. الغسالات المسحوقه، الغسالات الاوتوماتيك بيكون فيه مانع رغوه، فبيخلي الصابونه رغوتها ضعيفه جدا. فهجيب اي مسحوق بودر يكون غسالات عاديه، وهنزل بكوبايه على الزيت. حطيت 4 كوبايات من الزيت علشان الناس اللي ما كانتش مركزه. حطيت عليهم معلقه ملح كبيره، معلقه سكر كبيره، كوب معياري من المسحوق البودر. انا كل ده خلوا بالكم سايبه الصودا تبرد، ما ينفعش اشتغل بيها وهي سخنه خالص. بصوا بعد ما عدى عليها حوالي نص ساعه كانت الميه بدات يبقى لونها شفاف ازاي. ما تشتغليش بالصودا وهي سخنه علشان هتخلي ريحه الصابونه وحشه. كمان الميه بتاعت الصودا لما بتبرد، كل ما تبرد اكتر كل ما بتخلي الصابونه ناعمه اكتر في الاستخدام بعد ما بتنشف.
فانا دلوقتي نزلت بالصودا الكاويه بالتدريج، بعد ما قلبت بقى شويه تقليب حلوين كده الزيت مع الاوكسي. ملكوش دعوه بالحبيبات اللي انتوا شايفينها ظاهره دي، كده كده اول ما الصابونه بتنشف كل ده ما بيبقاش ليه اي اثر خالص. وبالنسبه للون اللي انتوا شايفينه بيفتح معانا بعد كده، كل الصابونه ما بتنشف اكتر كل ما بتفتح معانا. ناس كتير بتستغرب ايه ده انت كنتي عامله الصابونه لونها كده مدي على بني وبعد ما نشفت بقت ابيض. ده شيء طبيعي جدا، كل ما الصابونه بتقعد كل ما بتفتحي معاكي. لازم اول ربع ساعه تقليب مستمر، لازم، علشان خاطر اتاكد ان كل المكونات اندمجت مع بعضها. مش محتاجه منك مكونات اكتر من كده. الصودا الكاويه والزيت وكوبايه الاوكسي ومعلقه الملح ومعلقه السكر. بعد ربع ساعه روحي وتعالي بقى. بصوا ده كان منظره اهو بعد ساعه. بعد ساعة من التقليب رايحة جاية، هو بس أول ربع ساعة تقليب مستمر، وبعد كده بقى فضلت ساعة رايحة جاية أديله تقليبة كده. أول ما بحس إن بدأ القوام يتقل معايا، على فكرة مش شرط يتقل معاكي بعد ساعة، ممكن ياخد منك وقت أطول. افرضي الجو مثلا برد مش هيكمل نص ساعة. خلاص، فبدأ القوام يتقل معايا كده. انا ما بحبش اصبه في القوالب وهو عامل زي العجينه وتقيل قوي، بيصعب معايا عمليه صب الصابون. فكل ما يكون خفيف زي ما انتوا شايفين كده، مش خفيف قوي يعني بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، بيتصب معايا في القوالب بسهوله. انما بقى لو سبته كمان نص ساعه هتبصوا تلاقوه بدأ يخش في عمليه التصبن بشكل كبير وبقى عامل زي العجينه، ولا هتعرفي تصبيه. وبعد ما هينشف هيبقى شكله مكعبر كده، مش حلو يعني. اي حاجه عندك بقى صبي فيها، علب زبادي، علب لبن كرتون، قوالب خاصه بالصابون، يعني مش هتفرق معانا. حتى لو درج خشب كده ممكن تفرشي فيه مثلا مشمع او كيس بلاستيك وتصبيه فيه. اهم حاجه ان انت بعدها بيوم هتقطعيه. بالنسبه للصابون ده بينشف في نفس اليوم، ركزوا معايا على كلمه بينشف في نفس اليوم، مش بستخدمه في نفس اليوم. خلاص، بصوا ده كان شكله تاني يوم الصبح. تاني يوم الصبح كان شكله كده، هو نشف من بالليل بس ده كان شكله تاني يوم الصبح. ما شاء الله ريحته حلوه جدا. شايفين اللون فتح معايا ازاي؟ الصابون ما ينفعش استخدمه قبل مرور شهر على الاقل. ما شاء الله، مع ان الصابون ده ما كانش حامي على ايدي وانا بخرجه من القوالب، ولكن برضو ده مش معناه ان انا استخدمه، مش معنى ان الصابون نشف معايا في نفس اليوم بعدها بيوم شايفين الحبيبات بتاعت الاوكسي باينه ازاي؟ خلاص، فانت ما تستخدموش قبل شهر. عايزه تستخدميه في الوصفات اوكي، ممكن بعد اسبوع تبتدي تستخدميه في الوصفات بتاعتك، لكن تستخدميه بشكل مباشر على ايدك كده، تاخديه وتدعكي بيه كده الليفه وتغسلي بيه مواعين او تغسلي بيه ملابس، هيبقى حامي على ايدك. دلوقتي بقى هنشوف رغوته عامله ازاي. الليفه هي ما فيهاش اي حاجه، علشان الاخت اللي كانت باعته بتقولي هو انت حاطه صابون سائل في الطبق؟ لا، انا مش حاطه صابون سائل في الطبق. دي الصابونه اهي اللي احنا عملناها بالاوكسي، وما شاء الله رغوتها حلوه جدا جدا. خلصت الفيديو بتاعي، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، والسلام عليكم.